السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا انا جمعت لكم العديد من الفيديوهات القصيره اللي كنحط بشكل يومي في القناه، اللي فيها فيديوهات مهمه، وصفات سهله وبسيطه اللي تاخذوها معكم سواء للمدرسه او حتى للعمل، وهذا بناء على طلبكم باش انكم تشوفوهم فيديوهات مجمعه. يلا نبداو. هنا كانت عندي وصفه لانش بوكس الاولى اللي كانت عباره عن مكرونه اللي بالخضار، بالبروكلي، بالبصل كذلك، و الفطر والخضروات وكذلك الجبن. هنا رافقتها بعصير البرتقال وكذلك فاكهة البلوبري اللي هي متواجدة حاليا بكثرة، يعني هذا هو الوقت ديالها. عملتهم بهذا الشكل هذا باش كيعطيو جمالية اكثر اللانش بوكس ديالنا، وكيفتحوا حتى الشهية ديال الاطفال. هنا رافقتها بمكسرات كما كتشوفوا. هنا كانت وجبة كاملة. غندوزو للوصفة الثانية اللي كانت عبارة على خبز ديال التوست الفرنسي اللي بغيت نشكلو بهاد النجيمات او النجوم، وادهنته بجبن كريمي وكذلك مربى ديال البلوبيري. شكون اللي كيبغيها بزاف، انا مفضله عندي هي وديال الراسبيري. هنا زينت هذوك النجوم بالمربى كما كتشوفوا، عطاني هذا الشكل هذا اللي هو شكل انيق بزاف. هنا وضعته في العلبه، وكذلك غادي نرافقو هنا بسلطه كما كتشوفوا معايا. انا كلشي كنكتبوا لكم بالعربيه وحتى بالانجليزيه، كنحاول ان المصطلحات تكون صحيحه، واخا احيانا ما كنجيش هي هذيك، ولكن ماشي مشكل. هنا كان بريتزل وكذلك قطعه من الشوكولا، وهكذا جا اللانش بوكس ديالنا غزال بزاف ومتول. هنا الوصفه الثالثه كما كتشوفوا معايا، اللي كانت عندي واحد المملحات في البيت اللي كنت حضرتهم قبل بالعجين مورق. هنا كانوا بالجبن كذلك والتركي. هنا كانت بنتي مصممه تاخذ معها كيندر، وكنت وعدتها به فانا عطيته ليها، لانه احيانا كنعطي اشياء اللي هي صحيه، وكمان كنرافقوا معها بعض المرات بعض الاشياء هكا وهكا باش حتى الوليدات يعني كيعجبهم الحال وما كيملوش. ضفت معهم التمر واللي محشو باللوز، كذلك كان الخيار والفرامبواز او راسبيري. وهنا جاء الشكل ديال اللانش بوكس ديالنا كامل متكامل كما كنقولوا. كانت فكره سهله وبسيطه. هنا ندوزو لفكره اخرى. كنحاول ما امكن انني نجيب هاد المناديل الورقيه اللي كتكون بهاد الاشكال هذه، كتعطي واحد الاضافه اللي هي مزيانه بزاف. حطيت واحد الاكتيميل في العلبه، كذلك ضفت واحد الحلوى اللي هي مغربيه كنقولوا حنا الرغيفه معسله. هنا كان عندي مكرون فضفته ليها، وكذلك كان عندي لي سباكيتي كنت وجدتهم بالليل وضفتهم، وضفت معهم واحد الموزه. وهكذا كان اللانش بوكس ديالنا او العلبه ديالنا جاهزه وكامله حتى هي. غادي ندوزو للفكره المواليه. بالنسبه لهاد الفكره هذه بسيطه وسهله وكتنفع حتى الدوام اللي كيكون نصف يوم. غادي نوضع البريتزل. هنا فراوله او الفريز كيف ما كنقولوها احنا بالمغربيه، كاين الفراوله. وضفت كذلك هاد لي بالمي، ما عرفتش اشنو كيقولوا لهم بالعربيه، ولكن حنا هنا كنقولوا بالمي. هما مزيونين بزاف، كيجيو مقرمشين. ضفت الخيار وكذلك البلوبيري، كيجيو واحد اللانش بوكس خفيف. ضفت كذلك البرتقال كما كتشوفوا. بهذه الطريقه كيجي سهل في الاكل. وندوزو دابا الفكره اخرى اللي هي عباره على هنا ضفت الفرامبواز او الراسبيري. هنا كذلك كما كتشوفوا معايا كاين تمر اللي هو معمر باللوز. وزيت كذلك ضفت معهم واحد الاكتيميل. وهنايا كيندر اللي وليداتنا كلهم كيعجبهم بزاف، حيت منه اللعبه وعطيتها فقط الشوكولا.
كتحليه او كسناك خفيف. هنا ضفت مكرونه اللي وضعت فيها الخضر كما العاده والكريمه، صلصه الكريمه البيضاء والجبن. وكان هنا لانش بوكس ديالنا واجد وكامل كما كنقولوا، فيه جميع الاصناف اللي كيحتاجوها وليداتنا في المدرسه، وحتى الكبار ممكن ياخذوه معاهم من العمل. هنا غندوز لهاد الوصفه هذه اللي جربت الترند ديال تيك توك في القرنبيط او الشوفلور، وجا غزال بزاف. ضفته حتى في اللانش بوكس، وضفت معاه مايونيز وكذلك خيار. هنا كانت عندي هاد الحلوى هذه نيت، هاد لي بالمي هادو كنجيب منهم بكثره وكنخليهم عندي في الدار. هنا ضفت الفراوله، وكما كتشوفوا البلو بيري. نحاولوا نستغلوا حتى الفواكه اللي كتكون متواجده يعني عندنا، يعني اي فاكهه كتكون في البلاد ديالكم متواجده فاستغلوها. الاطفال هكذا راه غادي يعجبوهم بزاف. هنا بالنسبه لهذا الفيديو هذا او لهذه الوصفه هذه شي حاجه اللي هي بسيطه جدا. ملي كنكونوا خارجين هكذا للبارك، الحديقه او للعب، او مثلا حتى الدوام نصف اليوم ديال المدرسه او هذا، فكتكون سهله بزاف. عباره غير عن فواكه اللي كنقطعوها بواحد الشكل جميل وانيق وكنستفوها باش هكذا كتفتح الشهيه اكثر، وكتعطي حتى الاطفال الرغبه في الاكل الصحي او الاكل المنزلي. ضفت هنا غير فواكه وخيار، وضفت عليه هذيك الحلوى ديال لي بالمي. كانت فكرة بسيطة جدا وسهلة. ومع هاد الوصفه هذه كما كتشوفوا كنت وجدت واحد الفطائر، وكانت صديقه ديالي ياسمين عجبوها بزاف، فعطيتها واحده ليها وواحده لصديقتها. هي فطيره كتكون بالدجاج وبالخضر وكذلك بالبروكلي والجبن، وكتكون متكامله كوجبه في الاكل وكذا، متوفره على جميع العناصر. وضفت كذلك الخيار والبرتقال، كذلك شويه ديال المكسرات اللي هما الزبيب واللوز، وواحد العلبه ديال زبادي صغيره. باش هكذا كملت العلبه ديالي، وعطيتها واحد قطعه شوكولا صغيره على واحد السلوك اللي كانت قامت به. هنا في هذه الوصفه هذه او هذا اللانش بوكس هذا كان خفيف، كان غير دوام ديال نصف يوم، او كان عندهم القرايه فقط نصف يوم. هنا العلبه وضعت فيها هذا المنديل الورقي بشكل ميكي ماوس، وضعت قطعه ديال كيك زبره كنت موجداهم في الدار. كما كتشوفوا ضفت الخيار وحتى ضفت البرتقال، ومن بعد ضفت عليهم واحد الاكتيميل وصافي، يعني باش هكذا تكتمل الوجبه ديالنا. وهكذا غادي نكونوا سالينا 10 ديال الوصفات ديال هذا الاسبوع هذا او هاد 10 ايام، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل. ما تنساوش تحطوا لايكات باش هكذا يوصل العديد ديال الناس، وتبقاو على خير، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.